لكن اللي شد انتباه السلطان هو واحد الحوار سمعوا بين جوج رجال. واحد منهم كان كيشكي بحرقة، قال باللي تعرض لظلم كبير من طرف واحد المسؤول اللي عنده سلطة في المدينة. قال باللي داك المسؤول استغل المنصب ديالو وخدا ليه حق ماشي ديالو. السلطان قرب ليه وسولو بهدوء شنو وقع لك بالضبط، وبدا الراجل كيحكي القصة كاملة من البداية حتى النهاية، وهو ما عارفش باللي الشخص اللي واقف قدامه هو السلطان بنفسه. السلطان بقى ساكت وكيسمع لكل كلمة. من بعد شكر الراجل ومشى فحالو، ولكن كان عارف مزيان شنو خاصو يدير. الصباح الموالي وصل الامر بالقصر باش يجي داك المسؤول اللي تشكى عليه الرجل. منين بدا التحقيق بان باللي الشكوى اللي سمع السلطان في الليل كانت صحيحه، وهنا تدخل السلطان شخصيا وامر بارجاع الحق لصاحبه ومعاقبه المسؤول اللي استغل السلطه ديالو. الخبر انتشر بسرعه بين الناس وبداو كيهضروا على العدل ديال السلطان، ولكن اللي ما كانش عارفه بزاف ديال الناس هو ان الحقيقه كلها بدات في واحد الليله من خرج السلطان متنكر باش يسمع صوت الشعب بلا حواجز. هاد النوع ديال القصص كيورينا جانب مهم من تاريخ المغرب، حيث الحكم ما كانش غير قصور وجيوش ومعارك، ولكن حتى محاولات باش يتحقق العدل بين الناس. ويمكن لهذا السبب بقات بزاف ديال الحكايات كتروى على سلاطين كانوا كيحاولوا يقربوا من الشعب ويعرفوا الحقيقة بأنفسهم.